تعالوا نحكي عن ملوك ما كانوش مجرد بشر، ده سيطروا على الزمان والمكان كمان، وكتبوا أساميهم على جدران المعابد بأسلوب يخلي أي حد يحس إن وراهم قوة مش طبيعية. أولهم الملك خوفو صاحب الهرم الأكبر، المعجزة اللي لحد النهاردة محدش قدر يقلدها بنفس الدقة. في علماء بيقولوا إن طريقة بناء الأهرامات مستحيلة بالنسبة لعصره. إزاي نقلوا ملايين الأحجار اللي وزنها مئات الأطنان؟ هل فعلا استعانوا بتقنيات من عالم تاني، ولا كان عندهم معرفة بالطاقة والجاذبية اختفت مع مرور الزمن؟ أما الملك إخناتون فده قصة تانية خالص، الملك اللي قلب كل المعتقدات وقتها وقال إن في إله واحد اسمه آتون. الناس ساعتها افتكرته إنه مجنون، لكن في ناس بتقول إنه كان نبي ضايع من التاريخ أو كائن غريب نزل من السماء، وشكله في التماثيل مش طبيعي فعلا، جمجمة طويلة وملامح مختلفة عن البشر، لدرجة إن بعض الباحثين قالوا يمكن إخناتون مش من كوكب الأرض أصلا. ونيجي بقى للملكة حتشبسوت، الست اللي حكمت مصر بقوة الرجال، لبست التاج واللحية الفرعونية وأثبتت إن الست المصرية كانت وما زالت تقدر تحكم العالم. بس بعد موتها حصلت حاجات غريبة، اسمها اتمسح من المعابد كأن حد كان عايز يمسح وجودها من التاريخ. مين اللي عمل كده وليه؟ هل كانت مؤامرة من خلفائها؟ وما ننساش رمسيس الثاني الملك اللي اتقال عليه فرعون موسى، كان قوي وعنيد وجيشه لا يهزم، لكن القرآن والتاريخ بيحكوا إن غرق في البحر أثناء مطاردة لبني إسرائيل، وجسمه لسه موجود في المتحف المصري. ولما اتعملت عليه فحوصات العلماء اتصدموا، جثته محفوظة بطريقة خارقة، كأن الزمن وقف لحظة موت. الفراعنة ما كانوش مجرد ملوك، دول أسرار ماشية على الأرض، ولحد النهاردة كل ما نحاول نفهمها نغرق أكتر في الغموض. لو عجبك الفيديو اشترك في القناة واستنى فيديوهاتي اللي جاية.